يلا يا ست الكل، هاتي شوية دقيق وشوية مية ونص كوب من السمنة ونص كوب من السكر. وهنعمل النهاردة وصفة من الآخر، بنشتريها من برا بالغالي. احنا هنعملها بأربع مكونات بس موجودين عندك في مطبخك، من غير بيض ولا لبن ولا زبادي ولا رايب ولا زبدة ولا حتى لبن بودر. ونتيجتها في منتهى الجمال، أجمل بكتير من اللي بتشتريها بالغالي. بس لو سمحتي حطي لايك للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد من الناس والكل يستفيد. يلا كده نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونشوف وصفتنا. أول حاجة هنا حبايبي اللي هجيب معايا 4 كوبايات من الدقيق ونص معلقة صغيرة ملح ومعلقة كبيرة خميرة فورية، واللي هنزل بمعلقة كبيرة من النشا ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. وهنقلب كل المواد الجافة دي مع بعض. 4 كوبايات دقيق أو نص كيلو أو 500 جرام، يعني ايه براحتك، عندك ميزان هتوزني، ما عندكيش 4 كوبايات من المج الموجود في كل بيت. تمام، قلبنا المواد الجافة. هنجيب بقى العجان بتاعنا، اللي هنزل بكوباية ونص من المية. المية تكون دافية معايا علشان انا هنزل دلوقتي بنص كوباية من السكر، وعايزة السكر يدوب. حط المية تكون معاكي دافية او سخنة. واللي هنزل كمان بنص كوباية من السمنة بدرجة حرارة المطبخ. وهندوب السكر كده. بعد كده اللي هنزل بالمواد الجاف اللي هي ال4 كوبايات، ومعلقة كبيرة خميرة فورية، نص معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقة كبيرة نشا. ولا هعجن بقى، ولو احتاج منك العجين مية لا هتحطي مية. طبعا علشان عارفين ان الدقيق بيختلف من نوع للتاني، في نوع بيحب سوائل ونوع ما بيحبش سوائل. واللي هتعجنيهم عايزين العجينة معانا تكون ايه، متوسطة. لا هي ايه، على حسب طبعا نوع الدقيق زي ما قلت لك. ممكن يعني الدقيق لو كان معاكي فاخر هتبقى معاكي العجينة طرية، بس انا مش مستخدمة دقيق فاخر، انا مستخدمة دقيق هنا اللي هو دقيق تومين ودقيق الغلة. هنا زي ما انتم شايفين لازم تبقى العجينة، طبعا طالما مستخدمة نوعين الدقيق دول، العجينة لازم تكون معايا يعني وسط كده، علشان طبعا بعد ما هتريحيها لا هتطرى معاك. هنا غطيتها واللي هسيبها ترتاح 10 دقايق. وكده ادي رجعت. لو ملاحظين ان هي عملت لها عرق. ادي هنا اللي هكور طبعا بنفس الحجم اللي انتوا شايفينه دياتي، دي حاجه ترجع لك بقى، بس هو الحجم ده حلو الموجود في الافران. اللي هقطع كل الكميه بنفس الحجم ده وهرجع لكم عشان ما اطولش عليكم الفيديو. هنا حبايبي بعد ما عملتها عملت معايا 33 اللي هما لل4 كوبايات، عملوا معايا 33 قرصة. طبعا اكيد عرفتوا احنا بنعمل ايه، احنا بنعمل هنا نواعم الافران او قشطة الافران. هنا حبايبي حتجيبي طبعا اول كرة تحت معاكي وحتبططيها. اوعي تبططيها يعني بصبعيكي، عشان صبعيكي اللي هتعلم فيها هيبقى شكلها مش حلو. اعمليها براحة ايدك كده زي ما انت شايفاني كده بعمل، اعملي عشان تطلع معاكي متساوية من فوق. وادي حجم القرصة بتاعتنا دياتي، بتروحي تشتريها بمبلغ قدره طبعا، والعيال كلها بتحبه. احنا عندنا هنا العيال طول ما هي رايحة الكتاب او رايحة الدرس تاخد الفلوس وتروح ايه المخبز وتشتري بقى، تشتري الدنش وتشتري القرصة دياتي. بتكون طبعا في سادة وفي منها بسكر وفي منها بعجوة. تمام اهي. شوفي احنا عملناها بايه، عملناها بنص كوباية سمنة. طبعا اكيد ما فيش مطبخ ما فيه السمنة ولا فيه زيت، ممكن تعمليها بزيت. اهي زي ما انتم شايفين جابوا معايا ال4 كوبايات 33 قرصة. وكمان في التسوية ما بياخدش اي وقت، يعني 5 دقايق بتكوني طلعتيه. هنا يا حبايبي اللي هنغطيها بقى وهنسيبها تخمر. هنا حبايبي بعد ما تضاعف حجمها شايفين شكلها. طبعا فرني سخن والنار طبعا اقل من الوسط، هتدخليها مش هتزيد عن 5 دقايق معاكي في الفرن، بتستوي بسرعة. وادي هنا بعد ما طلعناها من الفرن شايفين شكلها ما شاء الله، التسوية حلوة من فوق ومن تحت ولونها حلو اهي.
هنفتحها مع بعض وتشوفيها. ما غرمناش فيها ولا حاجة، وما خدتش معانا وقت خالص يعني، لا في العجن ولا في التسوية ولا أي حاجة. في 5 دقايق، في 10 دقايق بالكتير لا هتروحي تعمليها، وهتفطري بيها أولادك وكمان هيتبسطوا منها. لو عجبكم الفيديو بقى حطوا لايك. السلام عليكم.